متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في فضائح حضيرة الجزائر. دولة الفوضى والهمج والاعتداءات والمشاهد أمامكم توضح كل شيء. نعم متابعينا الكرام، كما أخبرتكم يوم أمس أثناء المباراة ديال الترجي ضد شبيبة القبائل في العاصمة ديال حضيرة الجزائر، قلت لكم انتظروا غادي تشوفوا الفضائح والكوارث ديال التنظيم التي بدأت منذ بدء دخول الجماهير إلى الملعب. وأنا كنركز دائما على هذه المعطيات متابعينا الكرام باش نوري لكم الفضائح ديال هذه الدولة اللي عندها هذا النيف المخنن وتدعي على أنها تريد أن تنافسنا في تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى، في حين على انهم مباريات عاديه ما يقدروش ينظموها في حال الناس. فشوفوا هذه المشاهد متابعينا الكرام للهمج والفوضى والاعتداءات على اللاعبين وحتى الحكام بسبب نتيجة المباراة ديال الترجي ضد شبيبة القبائل. الملعب طبيعة الحال أصبح كله متسخ ب القنينات والأزبال كما تشاهدون أمامكم على الشاشة. اللاعبين والحكام تم الاعتداء عليهم عن طريق رمي الزجاجات والقنينات ديال الماء عن طريق المقاعد الجماهير كما تشاهدون. لا تنظيم، لا الوجود حتى الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة، لا فيما يتعلق بالحكام ولا فيما يتعلق باللاعبين. ومجددا سوف نرى صمت رهيب من طرف الكاف الذي يتغاضى على هذا السلوكات الهمجية في حضيرة الجزائر. اي واحد كيمشي عندهم الا وكيتعرض لهذا النوع من الاعتداءات وهذا النوع من السلوك الهمجي اللي كتشوفوه متابعينا الكرام امامكم على الشاشه. وما زال غادي تظهر هناك فيديوهات ولقطات اخرى فيما يتعلق بالمباراه ديال الترجي ضد شبيبه القبائل، وهذه المشاهد تغنينا عن اي تعبير وعن اي عبارات تلخص الوضع ديال حضيرة الجزائر فيما يتعلق بالمرافق الرياضية وتنظيم المباريات والأحداث الرياضية. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.